هي يا اسطى، بقول لك انت حاسس انك تستحق تكون في حته افضل بكتير؟ شايف انك تستاهل بس فرصه وهتوصل؟ مستخسر نفسك تعيش حياه عاديه وانك مش المفروض تبقى في مكانك ده دلوقتي؟ جس وات، الطابور طويل وفي كتير زي الشخص. انا معاك انك شاطر بجد وموهوب يا ابني انت كويس يا ابني ويجي منك وذكي، ولو جات لك فرصه هتبقى حاجه. انت اللي جاي يا ابني، انت اللي جاي يا اوفر. لا الواد حلو، الواد حلو. وهتبقى احمد زكي بعد اللي جاي. طب وليه مش اللي جاي؟ في ولد كده في قصر ثقافه السنبلاوين يقال ان ده احمد زكي اللي جاي. هو سعيد حاجز نيكست، بس احنا منظمين احمد زكي. بس برضه مش كفايه، عشان في كتير حلوين وموهوبين. ده الحلوين درجات. فاكر لعبة الكراسي الموسيقية بتاعتنا واحنا صغيرين؟ ما طلعتش لعبة يا اسطى، دي الدنيا. كلنا بنلف عشان نلاقي كرسي، ودايما الكراسي اقل من عددنا. وفي الواقع موهبتك الخام اللي اتولدت بيها بس ما تأهلكش انك تلحق كرسي. رباني لازم ذكاء في ادارة الموهبة دي واستثمار فيها وتضحية ومخاطرة احيانا. طبعا الكلام دي مش ليك انت. في ناس بتشتري كرسي ولا بتضحي ولا بتستثمر وبيجيبوه بعجل كمان. طبعا عشان عمرو ابوه شريك في البنك وصاحب مدير البنك. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان مش عايز احساسك بالاستحقاق ده وانك تستاهل، بدل ما يحفزك تشتغل على موهبتك يخليك تعيش بحسرتك على نفسك وصعبان عليك شطارتك وبتندب حالك وانت شايف ناس اقل موهبة او كفاءة عايشين احلامك قدامك. يا نهار اسود، بقى سامح ووجاء يقولوا النشرة وانا اقف الوقفة السودة دي. وتبدأ تبقى متنرفز وجاضد طول الوقت، بتقدر وقرفان ومش راضي، مفيش حاجة مالية عينك ومش بتفرح بالخطوات الطبيعية ولا مديها اهتمام. عايزين اعمل ايه ياما؟ بتسيبني في حالي بقى. ومع احساسك بذاتك وان مفيش منك اتنين ممكن يخليك مش بتحاول او تسعى. ده انا طلبي برنس، شفتني قمت مع حد من اللي حواليك دول، عشان شايف موهبتك لوحدها تكفي وتديها واحدة شخصية البطل، 1% فرصة 99% موهبة، وانه المفروض الفرصة هي اللي تجيلك لغاية عندك. وبتكس ما هي ادام بتيجي للي مالهمش فيها يبقى لازم تخضع لواحد ظاهرة زيك. ده كان فاضل له يومين وصورته تنزل على الجنيه. واحدة واحدة تتحول من واحد بيسعى للفرصة لواحد بيستناها كنوع من انواع العند او التعبير عن الغضب والاعتراض. والمشكلة هنا انك لا بتحاول توصل ولا بتنسى وترتاح. قدامكم كل حل من اتنين تحلوه، يا تبنوا لهم البيوت يا توفروا لهم الكلة. فمع افكار زي دي، بدل ما تكون الموهبة والشطارة جناحات تطير بيها، بتبقى حجر بيشدك للغرق. ده اللي هيجيب لنا الموزز، ده هيجيب لنا جثث. واقول لك على سر خطير، الدنيا ما بتمشيش كده. ربنا ادانا امكانيات ومواهب عشان تكون سبب لسعادتنا، بلاش نسيبها تتحول لسبب لتعاستنا. ويبقى لو كانت امكانياتك اقل يمكن كان احسن، عشان كنت هتشوف نفسك عادي ومحتاج تنافس بكل قوة، ولما تتأخر في الوصول ما تحسش بضغط كبير والخناقة اللي جواك هتختفي. بس ليه نتمنى نخسر امكانياتنا او نتجاهلها لما ينفع نكسب عقلية افضل؟ ما تسيبه يا اخي فايق ورايق وبيفضفض، عمال تكبت وتضغط ليه؟ من اول القعده ايه؟ يعني صدق انك اشطر واحد في الكون، بس نافس كانك اقل موهبه. ثق في نفسك انك عالمي، بس اتعلم واتطور بروح واحد لسه بيقول يا هادي. نام بتحلم بالفرصه تجيلك، واصحى اسعى وحاول تكون جاهز للفرصه لما تيجي. فكر وخطط واغلي زي البركان من غير ما تفقد هدوءك وسلامك. ومنين يجي السلام؟ من ربنا اللي زي ما خلقك موهوب وشاطر هو امين وقادر انه يخلق لك فرصه وسكة يستخدمك فيها. ودلوقتي عندك فرصة انك تثبت لكل الناس انك اشطر واحد. يعمل لايك وكومنت وسبسكرايب او فولو. اديوس.